كلمتين وبس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الصوت ده بيفكركم بإيه؟ بالميكروباصات الصبح لما كنا بنبقى رايحين المدرسة، العيلة، أهل مصر وطيبة أهل مصر أيام زمان، بجدي الله يرحمه، الباص الصبح وأنا رايح المدرسة، أجواء رمضان، شيخ محمد رفعت وأذان المغرب، دي وجدتي، بيت بابايا، بيت العيلة، رمضان ساعة الفطار، يوم الجمعة، باص المدرسة، بقت شاي بلبن، شاي رمضان، قبل فطار رمضان، بيت جدتي، يوم الجمعة، يوم الجمعة الصبح، يوم الجمعة الصبح، يوم الجمعة وأنا رايح المدرسة الصبح، أول يوم مدرسة، وإحنا مسافرين بالبيت. كل الذكريات دي ما كانتش هتكون موجودة لولا بطل قصتنا البوهي. رغم ان فكرة عمل إذاعة لترتيل القرآن الكريم كانت فكرة تحفة وحققت نجاح جامد وقتها، إلا ان البوهي معرض عليهم لأول مرة محدش اهتم وأخدوها ورموها في الدرج لحد ما الإشاعات مالت البلد. اسكتي، دي سمعت وانا نسوي النهارده انهم حرفوا في المصحف. يا لهوي، هي قصة ليه كده؟ هما حرفوا في كلام ربنا عوايز قفل الزمن ولا ايه؟ الدنيا اتقلبت لدرجة ان عبد الناصر شخصيا اتدخل وقال لهم تشوفوا لي حل. وقتها خرج الوزير من مكتبه بيقول طلعوا لي البوهي من تحت تقطيع الارض. الدكتور كامل البوهي. دكتور كامل البوهي كان عنده حلم منذ الطفولة انه يبقى داعية اسلامي بدرجة مذيع، وده السبب اللي خلاه يلتحق بكلية آداب قسم لغة عربية علشان يتبحر في اللغة العربية، بجانب أنه كان حافظا للقرآن الكريم منذ الطفولة. وتخرج من كلية آداب جامعة القاهرة عام 1953 والتحق بالعمل الإذاعي عام 1954. عندما التحق بالعمل الإذاعي التحق بالشؤون الدينية في الإذاعة المصرية، لأنه هم وجدوا أنه حافظ القرآن الكريم، فأنسب مكان لي هو الشؤون الدينية. من هذا المنطلق ومن هذا المكان اللي بدأ عمله فيه، ابتدى يحاول يحقق حلمه، تم إنشاء إذاعة للقرآن الكريم. كانت أول وأهم حاجة تتعمل هي إنهم يقرروا مين هيكون صوت الإذاعة، وفعلا ذاعوا الخبر وجالهم عروض كتير قوي لحد ما يظهر الشيخ الحصري وهيقول إنه هيعملها ببلاش، اللي هيتذاع بصوته سورة البقرة وآل عمران كتجربة للإذاعة أول مرة. ومن بعدها الدنيا اتقلبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الدنيا اتقلبت ورد فعل المصريين كان في حتة تانية خالص، لدرجة ان هم كانوا شايفينها معجزة، وعلق في بالهم ان ده تجميع للقرآن الكريم للمرة الثالثة صوتيا طبعا، بعد ما اتجمع لأول مرة في عهد سيدنا أبو بكر، والمرة الثانية في عهد سيدنا عثمان، والمرة دي في عهد عبد الناصر. أما مشايخ الأزهر فأول لما سمعوا الإعلان الرسمي للمحطة تاني يوم على طول كانوا عند الرئيس في قصره بيشكروه على إنجاز التحفة ده. الإذاعة حققت نجاح كبير ومصر اتقلبت ومحدش كان مصدق اللي حصل، وده يهيألك إن البوهي حصل على نهايته السعيدة اللي فيها حقق حلمه وبقى ترند أوفر نايت. بس اللي ما تعرفوش إن دي مجرد بداية القصة. طفولة البوهي كانت طفولة هادية ومستقرة، على عكس اللي أنت مستني تسمعه. طبعا مستني قصة مأساوية ومليانة تروما، واديني بقى في المامي في الدادي ايشوز، أصل سيم الصراحة. بس هو كان من الحبة القليلة من الناس اللي عاشوا حياة سعيدة وما فيهاش أكشن. بيت مصري بسيط في قرية في المنوفية، الأب كان رول موديل للطفل البوهي، كان منبهر بهيبة بابا الشيخ اللي قاعد في حوش البيت والناس داخلة خارجة عليه يطلبوا نصيحة يطلبوا فتوى وهكذا. ده أثر جدا في البوهي وشجعه كمان إنه يحفظ القرآن في سن صغير، على أمل إنه في يوم من الأيام يقعد جنب بابا. دي كانت أحلام الطفولة الوردية. بس زيه زينا لما كبر ولقى نفسه دخل على حياة الكبار فكر بعملية أكتر، ولقى إن هو لو عايز يحقق حلمه وفي نفس الوقت يوصل لأودينس أكبر فإنه يشتغل كإذاعي هو المفتاح. عشان زي ما لو دلوقتي عايز تأثر على الناس بتتجه للسوشيال ميديا، فالإذاعة في الستينات هي السوشيال ميديا زمان.
رغم ان البوهي مالوش في الماركتينج الا انه كان عارف التارجت اودينس واحتياجاتهم، عشان كده هو مش مجرد عمل اذاعه وخلاص، ده كان دايما بيفكر ازاي يطورها ويرضي جمهوره. وهنا ظهرت اول فكره وهي اللايف ستريمينج بروجرام. وعشان التواصل زمان كان صعب، لو عايز تسال اهل العلم في حاجه كنت هتحتاج تسافر بالساعات، فجه في بال البوهي انه علينا من ده بايه؟ الناس عايزه الاجابات تيجي لحد عندها، فقرر انه يعمل برنامج لايف بيجاوب فيه اهل العلم عن اسئله الناس. نعمل البرنامج بقى والدنيا تمشي عادي كده؟ لا، ازاي؟ اصل اعداء النجاح بداوا يظهروا and haters are gonna hate. بس دي مكانتش مشكلته الاهم وقتها، مشكلته الاهم وقتها وكأي ستارت اب كانت الفلوس. وعشان ما كانش فيه بادجت، فقرر البوهي ان هو اللي يعمل البرنامج، وغير في الفورمات بتاعه وبقى برنامج بيعلم فيه الناس تعليم دينهم، وكان لمدة 3 دقايق بس. البرنامج نجح وكسر الدنيا وبقى ترند، وده خلى العروض تيجي للبوهي من كل حتة. واللي سهل الدنيا اكتر انه كان قدر يوفر بادجت بسيطة كمرتب. هنا البوهي كان شايف ان الخطوة الجاية هي بس الأذان، بس المرة دي أزمته ما كانتش في الفلوس، أزمته الأكبر كانت لما أعداء النجاح بدأوا يظهروا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شفتي بقى الراجل المحترم اللي عامل لنا اذاعه القران الكريم عليه بيهاجموه، وكل ده ليه؟ عشان عايز يذيع لنا الاذان. مفيش فايده والله. البوهي راجل مصري أصيل، عارف إمتى يصبر وإمتى يحارب، وعشان المرة دي المعركة ما كانتش سهلة، قرر إنه ياخد ستيب لورا ويسيبها على الله، وفعلا ربنا حلها. بقول لك يا جمال، انا معجب جدا باذاعه القران الكريم، بس انتوا ازاي لحد دلوقتي مش بتذيعوا الاذان فيها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من هذا الرحاب الطاهر، من رحاب هذا المسجد الجامع، مسجد ابي الشهداء الامام ابي عبد الله الحسين رضي الله عنه بالقاهره، نحييكم في هذا الصباح الجديد، ونقدم لكم لأول مرة من إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الفجر. عشان البوهي عارف التارجت اودينس بتوعه وإن جزء كبير منهم ستات، ففكر إنه يعمل برنامج من ست لكل الستات المصرية في بيوتهم عشان يقدروا يريليتوا ليها. برنامج بتقدمه واحدة ست، أهو ده اللي ناقص والله. لحد ما الحل جه وخبط على باب مكتبه، وكانت فاطمه طاهر اللي كانت بتحلم انها تعمل برنامج للاطفال ومحدش مديلها فرصتها. ولما راحت وعرضت الفكره على البوهي كانت صفقه بالنسبه له، برنامج للاطفال بتقدمه واحده ست، وبكده تبقى هي حققت حلمها والبوهي لقى حل لمشكلتها. واهدهم الى صراطك المستقيم يا اكرم الاكرمين البوهي كان حاسس بالمصريين وعارف ان هما محتاجين اللي يرفه عنهم، ومن هنا جت فكرة بس الابتهالات. بس المعركة دي كانت أصعب من يدخلها لوحده، وعشان يجعل سره في أضعف خلقه اختار شخص سقط في اختبارات الإذاعة 5 مرات ونجح في السادسة، الشيخ نصر الدين طبار، اللي البوهي لما سمعه عرف انه واقف قدام موهبة حقيقية بسبب صوته المميز وأدائه اللي خلى الناس تتعلق بيه. فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا أنزلناه قرآنا عربيا لعل. الشكاوي جت للبوهي من كل حتة، أصل الناس اللي في المحافظات البعيدة مش عارفين يسمعوا براحتهم. وقتها اتجه لهيئة الهندسة الإذاعية وقال لهم
جرايه باش مهندسين، كلام على ايه؟ طبعا عشان مهندسين مش ناس عاديين كده زينا ما اعترفوش بغلطهم. وقتها اتجه البوهي لوسيله الضغط الاولى، الاعلام، وفعلا قدروا خلوهم يعترفوا ان المشكله من عندهم وقالوا اصل مفيش فلوس. وراح فضيله الامام عبد الحليم محمود شيخ الازهر ما كدبش خبر وقال لك بس احنا نجمع تبرعات، وفعلا اعلن من ساحه مسجد سيدنا الحسين عن فتح باب التبرعات. ومش بس كده، ده كمان اعلن انه وصل لهم تبرعات بمبالغ كبيره من شيوخ زي الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمود كامل ياسين. ومن بعدها وعينك ما تشوف الا النور. التبرعات جت من كل حته، والبوهي عشان يشجع الناس اكتر كان بيعمل للي بيتبرع شاوت اوت في الصحف حتى لو متبرع بجنيه واحد بس. والحمله كسرت الدنيا لدرجه ان هم اتكسفوا على دمهم وقالوا خلاص هندفع. دي كانت الفرصه اللي بيحلم بيها اي اعلامي، استضافه رئيس الجمهوريه، ومش اي رئيس، ده محمد انور السادات، في اول حلقه من برنامج قولي الامر اللي بيقدمه البوهي. وبعدها انتشرت صوره البوهي مع السادات في كل حته وكسرت الدنيا. وقتها حس انه اخيرا وبعد حرب طويله قدر انه يوصل لحلمه، وعمل لنا اذاعه القران الكريم اللي اتربى عليها اجيال واجيال وبقت جزء مهم في يوم كل مصر. المره دي خلصت حكايه البوهي بجد، اللي عمل لنا انجاز عظيم قدر يخلي اي حد يعرف حكايته عمره ما ينساها. اصلا مفيش مصري ملوش ذكريات مع اذاعه القران الكريم، وانتوا كمان لو ليكوا ذكريات معاها شاركونا بيها في الكومنتس وما تنسوش اللايك والشير.